الراجل ده كان فاكر نفسه بيهلوس لما كان بيلاقي الكوخ بتاع المكركب بتنضف لوحده كل ليله، ولما قرر يحط كاميرا علشان يعرف السبب اكتشف حكايه كانها من القصص الخياليه. رودني كان دايما بيسيب عدته متبعتره في كل حته، وفي يوم صحي لقى كل العده مترتبه ومتوضبه في اماكنها، وكأن حد جه ونضف له المكان وهو نايم. في الاول افتكر ان هو اللي رتب المكان بنفسه بس نسي، لكن لما قررت نفس الحكايه في اليوم اللي بعده بدأ يقلق ويشك ان في شبح هو اللي بيعمل كده، فقرر يحط كاميرا ليليه علشان يسجل كل حاجه ويشوف الحقيقه. ولما شغل الفيديو اكتشف ان فار صغير جدا هو اللي بيقوم بالمهمه دي. كل ليله بعد ما رودني ينام الفار الصغير كان بيخرج من جحره ويبدا يوضب كوخ العده. بغض النظر عن حجم الحاجه ووزنها، الفار كان دايما بيحاول يرفعها ويحطها في مكانها وكانه بيحب التنظيف. رودني كان مصدوم لكنه انبسط جدا واطلق على الفار اسم فار ويلزي المرتب. رودني بطل ينظف الكوخ تماما لانه 99% من الوقت كان الفار هو اللي بيعملها بداله.